السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض احلى صينية مسقعة باللحمة المفرومة، وكمان ممكن تستغنى عن اللحمة المفرومة وتطلع معاكي احلى صينية مسقعة. حطوا لايك للفيديو لو عجبكم الفيديو، وما تنسيش تشتركوا في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. في البداية كده جبت البتنجان بتاعي، وانا بجيب البتنجان بشتري البتنجانة الطرية اللي سمرها لامع، هتبقى معاكي كويسة، مش هتبقى مبزرة من جوه عشان ما يبقاش ممرر. قشرته وغسلته الاول وقشرته زي ما انتم شايفين، وقطعته حلقات سميكة. بعد كده رشيت عليه شوية ملح كده، حطيته في مصفى الاول ورشيت عليه شوية ملح وسبته اقل حاجة ربع ساعة عشان ينزل المية بتاعته. لما ينزل المية بتاعته هتيجي تحمري في الزيت، مستحيل يشرب معاكي نقطة زيت. بعد كده بجيب بقى الطاسة بتاعتي على النار، وهضيف شوية زيت صغيرين زي ما انتم شايفين كده، مش زيت كتير خالص، ومش هيشرب الزيت ده خالص كمان. طول ما بتعملي الخطوة الملح ديت، بترش عليه الملح وتسيبيه لمدة ربع ساعة، هتيجي تحمريه مستحيل يشرب معاكي نقطة زيت. انا حمره كده، مجرد ما الزيت يسخن ضفت بقى البتنجان بتاعي، حمره كده على الوشين الاتنين لحد ما يديني اللون الذهبي الغامق اهو زي ما انتوا شايفين كده. اللون ده حلو قوي. هتشيليه بقى تحطيه على مناديل مطبخ او اي ورق ابيض عندك عشان خاطر يصفي الزيت اللي فيه خالص. كده تمام. بعد ما احمر على الوشين الاتنين هطلعه بقى احطه يصفي الزيت اللي فيه، واخلص بقى الكمية كلها بالشكل ده كده. الاكله دي بتبقى سهله قوي، لو انت راجعه من الشغل وتعبانه ممكن تخلصيها في ثواني، يعني ما بتاخدش منك حاجه خالص، وكمان موفره. ممكن تعمليها باللحمه المفرومه وممكن تعمليها من غير لحمه مفرومه. خلص بقى الكميه كلها كده زي ما انتوا شايفينها، وبعد كده هرجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. كده خلصت البتنجان بتاعنا وحمرته زي ما انتوا شايفين واخد اللون الجميل. هنجيب بقى طاسه صغيره كده على النار، وهنزل بمعلقه سمنه، وهكون مقطعه بصله كده متوسطه مكعبات صغيره. هنزل بالبصله كده على السمنه، واستنى لحد ما البصله بتاعتنا تدبل معانا، مش عايزاها تحمر، عايزاها تدبل بس. ومجرد ما تدبل هنزل باللحمه المفرومه بتاعتنا. انا كان عندي قطعه كده من اللحمه ما تكملش 8 كيلو، حطيتها كده على البصله وقلبتها لحد بس ما تغير لونها. وبعد كده هتضيفي البهارات بتاعتك، ملح وفلفل اسود، وتقلبيها تقليبه كويسه، ويبقى كده العصاج بتاعنا جاهز. طبعا لو انتم مش حابين تعملوها باللحمه المفرومه، مش مشكله الخطوه دي خالص، الغي اللحمه المفرومه خالص وكملي الخطوات بتاعتها عادي. كده خلاص اللحمه بتاعتنا خدت لون كده زي ما انتوا شايفينها. فضيت اللحمه بتاعتي في طبق، ونفس الطاسه هضيف معلقه زيت و4 فصوص كده من الثوم بتقطعيهم شرايح رفيعه، وهقلب بقى الثوم في معلقه الزيت اللي احنا خدناها لحد بس ما نشم ريحه الثوم. ما تحاوليش تخلي الثوم بتاعك برضو يحمر، مجرد بس ما نشم ريحه الثوم هنزل بالطماطم بتاعنا، ده حوالي كوبايتين 2 عصير طماطم كده تمام. وهنزل كمان بمعلقتين 2 كبار من الخل. هسيب بقى الطماطم بتاعتنا لحد ما تغلي، وبعد ما تغلي هضيف لها البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وشطه. تمام. لو عندك معلقه كزبره ناشفه حط لها برضو. بعد كده هسيبها تغلي لمده 3 دقايق كده، ما تزوديش برضو عن 3 دقايق، وما تخليش تتسبك معاكي، يعني غلوتين 2 وطفي عليها كده تمام. سبتها بس تغلي لمده دقيقتين 2، وكده طفيت عليها. بقت الصلصه بتاعتنا بقت جاهزه كده. كده الصلصه بقت جاهزه، والبتنجان بتاعي بقى جاهز، والعصاج بتاعنا كمان بقى جاهز. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا اللي هنعمل فيها. هنزل كده بشوية كده من الصلصة، حوالي كبشتين 3. بعد كده هنجيب بقى البتنجان بتاعنا ونرص كده طبقة في الصينية من البتنجان. بتحاولي تقسمي البتنجان بتاعك على طبقتين 2. هناخد طبقة كده نحطها كده على الصينية على الصلصة اهو بالشكل ده كده. عندك بقى اللحمة المفرومة، هتنزلي بقى الطبقة التالتة لحمة مفرومة. ما عندكيش اللحمة المفرومة خلاص استغني عن اللحمة المفرومة خالص، وحطي البتنجان كله ورش الصلصة كلها على الوش. انا حطيت طبقة من الصلصة والبتنجان، وحطيت العصاج بتاعي في النص، ونزلت كده بالبتنجان بتاعنا على الوش، وحطيت قرنين الفلفل كده على الوش. تمام. كده بقى الصينية بتاعتنا جاهزة. هنحطها بقى في الفرن كده، ونفتح الشواية عليها، تاخد حوالي 10 دقايق بس لحد ما لونها بس يحمر من على الوش، وهتطلع معاكي بالجمال ده. والله عايزه اقول لكم احلى اكله واكله موفره. وكمان تفتح النفس، تنفعك بقى في الغداء في العشاء، في الفطار. اكله حلوه قوي. جربوا الطريقه ديت وان شاء الله تعجبكم.
ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا كده في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. اشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.